اشكرك سياده المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه الانضباط، ومعانا سياده المستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا فندم. يا كابتن مجدي، انا بعد اذنك معلش الاول قبل ما اتكلم مع حضرتك عايز انوه على انك انت اكتر من مره قلت لي ان الحكم فيه كلمه تزوير في الصفحه الثانيه. انا جبت الحكم واخد بال حضرتك، وعايز اقرا الجزئيه الاخيره منه عشان برضو تبقى وانت حضرتك معايا. قال لك لا يمكن الاطمئنان الى سلامة التصويت فيها لعدم وجود توقيع امام اسماء الناخبين في كشوف الناخبين، او لوجود توقيع موحد وبنفس الشكل والبنط تحت اسم حمدي، او لعدم وجود محضر فرز الاصوات بالنسبة لرئيس واعضاء مجلس الادارة، او لوجود شطب او كشط في محضر الفرز، وذلك من شأنه ان يقدح في صحة وسلامة العملية الانتخابية ولا يجعلها بمنأى عن التلاعب والتزوير. هذا فضلا عما استظهرته اللجنة القضائية من ملاحظات عامة تتمثل في ألف عدم تحريز الصناديق الخشبية التوابيت التي كانت تحفظ بها كافة أوراق العملية الانتخابية. ده اللي أنا عايز أقوله. اتفضل يا معالي المستشار. يعني انا قلت انه في تزوير، الاخ علاء مالد، رؤوف جاسم، ممدوح عباس، صبري سراج. انا يعني حاجه تقرف بصراحه. كل شويه يقول لك لا ما عادش تزوير، حكم قدامك. قال في تزوير ولا مفيش تزوير؟ مكتوب كلمه ليست بمنأى عن التزوير. هو التزوير الصفحه اللي قبل الاخيره زي ما قلت لك. مظبوط. السطر الاخير. مظبوط. انا راجل صادق، وهؤلاء بيكذبوا على الناس بيضروا الراي العام. عشان كده يا مجدي انا مش فاهم هم يعني الناس دوروا الانتخابات ده وضيعوا النادي، مفيش بطولات ومديونيات، مفيش منشآت، هي بلطجه. طب هل يا سياده المستشار تتوقع ان يصدر قرار بكره ولا بعده ولا ايه؟ يعني في غضون قد ايه ممكن؟ شوف، هو المهندس حسن صار وعد انه سيقوم بتنفيذ الحكم، واعتقد انه ليس له مصلحه ما دام نفذ حكم الاستاذ سمير زاهر في الاستبعاد والعوده. اعتقد ان المهندس حسن صار سيصدر قرار يعني خلال بكره زي ما قلنا او بعده بكتير ان شاء الله. تمام. ويمكن في مؤشرات. كان في جمعيه عموميه يوم الخميس تم الغائها. تمام. انت عارف الجمعيه العموميه بتتعمل في يا 7 يا 8 و9. تمام. الخميس المفروض الخميس والجمعه يعني تم الغاء الجمعيه العموميه. خلاص بقرار طلع النهارده بالغاء الجمعيه العموميه. تمام يا ريس. انا بتمنى انه تاني عشان بعض الزملكاويه اللي يعني الصوره مش واضحه لهم. يا جماعه احنا قدامنا حلين. اي حد في مصر سيبك من الزمالك، زمالك، انتخاب مجلس شعب، مجلس شورى، نادي، نقابه، ياخد على قفاه ويزور له الانتخابات ويتسحل وما ينطقش. طب في معلومه جات لنا يا سياده المستشار ان النادي الزمالك بيوضب للجمعيه العموميه طبيعي ومفيش اي جوابات لالغاء الجمعيه العموميه خالص. يا استاذ مجدي انت اتعودت مني اقول لك حاجه وتطلع غلط. بصراحه لحد دلوقتي لا. طب يعني الحمد لله بقول لك صدر قرار من مدير الشباب والرياضه بالجيزه علي الجنديه استلموا نادي الزمالك بالغاء الجمعيه العموميه. المعلومه اللي جايه لحضرتك دي بقى لو تيجي بكره وتقول مرتضى صح وانا كنت غلط معلومه. هو هنجيبك على التليفون برضه. لا انا مش فاضي يا مجدي. لا انت بتطلع في ميعاد نومي. طب هقول لك حاجه تاني. يعني كلام بيقال كده انك انت شكوتك لشيكابالا انت عايز تاثر على فريق نادي الزمالك يعني يا استاذ مجدي انت كنت معايا النهارده في اتحاد الكوره. اتفضل. ما ينفعش يتقال لواحد ابن شرموق كالفاظ يتقال دي ما ينفعش. لا بلاش يا ابو يعني ما ينفعش عشان الافندي اللي اسمه احمد شوبير كان طالع دلوقتي في القناه بتاعته وقالوا لي وسجلتها له واقول للدكتور وليد دامس ما ينفعش يا دكتور يقعد يدافع عن ولد شتم رئيس نادي شعر ايه ويقول لك هو عمل ايه مالكش دعوه يا شوبير. عايز تقعد في بيت تاني اقسم بالله العظيم اللي مقعدك في القناه هو الدكتور وليد دامس. واسمع يا شوبير انا بحذرك تحذير اخير. مالكش دعوه باسم مرتضى منصور والا هتقعد في البيت تاني ده انت راجل صوت طول الارض كنت بتعيط يا استاذ مجدي. تاني ده راجل محترم. الاخ احمد شوبير رجع تاني مش عايز يهمل. يا شوبير ما انت جربتني ودقتني انا لحم مر مالكش دعوه بيا ويا ريتك بقى وبمزاجك. ما هو شيكابالا ده لما مره رمى الجزمه ورمى الفانيلا بس ما كانش مرتضى قعدت تشتمه ولا عشان انا قلت يا شوبير بحذرك التحذير الاخير
وبقول للدكتور وليد انا قلت لك قبل كده طب مفيش فايده، استنى رجع، مفيش فايده فيه. رجع للشريط يا دكتور وليد، شوفوا قال عليا ايه. ها وايه يعني يا جماعه؟ هو ارتكب جنايه؟ ارتكب جنايه. لما يقول لي رئيس نادي، وانت عرفت شهود النهارده قالوا ايه؟ كنت موجود في الاتحاد. ايوه يا ريس، مش عايزين نكرر لو كلمت تاني هموتك. ولما يشاور على مكان في جسمه مش محترم. تمام. وانت عرفت الشهود قالوا ايه؟ ولما يرمي من طب لو الموضوع كيف يا سيادة المستشار، كيف ترى انهاء الموضوع؟ انا هقول لك بس ثانيه واحده. لعبه لا انا اللي هنف في وشك، واخد بالك؟ تحترم نفسك ومالكش دعوه بيا. طب قول لي قول لي لسه هقولك يا اخي يا ريس، الصوره اللي انت فيها ده انت عندك 64 قضيه يا سيادة المستشار. ما تقول لي الزمالكاويه بيقولوا مرتضى، انا قلت لك النهارده قدام الاستاذ سمير زاهر سيادة المستشار، هل اعتذار شيكابالا عما بدر منه يكفي حضرتك؟ بص انا كنت في النيابه النهارده بس في بلاغي، يعني عشان برضه نشوف مدى يعني عايزين برضه نادي الزمالك ما مجدي يا استاذ مجدي، انا حريص على نادي الزمالك اكتر منك، بس خليني اكمل. تمام قول. يا راجل انا انتخبت 4 دورات، سيبك في العيال اللي بتبعت رسائل يقول لك ايه، لا ده انت الزمالكاوي ده عيال، ده انا مشكلتي مش عايز اتكلم بقى، يعني ده انا الوحيد اللي هي مشكله مع النادي الاهلي يا استاذ مجدي. الاخوه اللي بيبعتوا الرسائل هم عددهم 5 6، عايز اقول لهم النادي الاهلي شطب عدويته واديت ولادي بسببكم خلاص. لكن عايز اقول يا استاذ مجدي، انا كنت في النيابه النهارده وقابلت السيد المحامي العام وكان معايا الشهود. تمام. وقابلت السيد محمد السيد حق رئيس النيابه ومعايا الشهود. انا اللي اعتذرت، قلت يا جماعه انا مرتضى عشان جماهير الزمالك. ايوه شيكابالا غلط، النقطه دي مهمه. ثاني عشان جماهير الزمالك، عشان شيكابالا بيجيب اجوان ما بيجيبش اجوان ولا شيء يعنيني. شيكابالا 5 سنين ساعه ما جه يحصل على الزمالك هو الراجل اللي جه معاه خلاص. عايز اقول عشان جماهير الزمالك ما يبقاش في واحد في يوم من الايام كان لابس فانيله الزمالك رئيس نادي الزمالك الشرعي حبس مش انا خلاص. لغايه بكره فرصه اجل قدام كل الصحفيين على فكره. ايوه اذا حضر شيكابالا واعتذر هعتبره زي احمد وامير واميره اولادي، وانا بتنازل عن بلاغي. انا ليه عايز اعتذر؟ اعتذاره ليس له قيمه، هو الاعتذار عشان يحس انه غلط مش اكتر، عشان لا يكرر ذلك مع مرتضى يجي رئيس نادي. وده مبادره طيبه من حضرتك يا سيادة المستشار. ويصرف صم عليها بقولها لك ايه على الهواء قدام مصر كلها. ايوه بكره المفروض طالبيني للتحقيق عشان اتسال. لو شيكابالا طلع الصبح ومعاه ابراهيم حسن وحسام حسن وقالوا احنا بنعتذر للاستاذ مرتضى اللي ابنه غلط فيه، خلي بالك ابنه مش لاعب، ابنه غلط فيه، انا بقول متنازل عن اتحاد الكوره وبلاغي في لجنه الانضباط وبلاغي في النيابه العامه، لانه مش عايز في يوم من الايام تاني بقول لك ان مرتضى منصور رئيس النادي الشرعي اللي مش بالتزوير يبقى حبس لاعب كان لبس في يوم من الايام فانيله نادي الزمالك. ويا مجدي انا قبل يعني ايه اللي ادبه بيوم انا قلت عند مدحت شلبي انا رايح لك بكره شيكابالا وللولاد عايزك تجيب جونين وشوف انا ايوه حضرتك كلمت كلنا مظبوط. ما داش المقابل ان انا مسافر اسكندريه ورا الولاد على فكره كل مطوشه بره مصر بسافر وراهم. مسافر اسكندريه بس وانا بقى حاجه بس فكرني بقى مجدي قبل ما اخلص ورا الولاد، وبعدين في النهايه ان انا هيتغلط في حقي واتهدد يا مجدي. لا احنا عايزين الاحترام يسود الوسط الرياضي كله. ثاني يا مجدي اللي قلت لك انت استاذ سمير زاهر وقلت للاستاذ المحامي العام لو الابن شيكابالا برغم انه غلط اخطاء جسيمه تشكل جرائم اعتذر لابوه مرتضى او اي واحد سنه، يعني افرض ناس غير سايبين نصير احمد مصطفى احمد رفعت او رجاله ما كل دول زي ابوه. وعلى فكره انا ما عنديش مشكله مع عصام نصفين، انا بعد بس يقول لك عصام شعب محترم. انا بقول ان شيكابالا الذي اخطا في حق والده لو اعترف انه اخطا واعتذر انا بتنازل عن كل ده. تمام يا سيادة المستشار، بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى ان الموضوع ينتهي بدون يعني بدون مشاكل وبدون يعني وفي بند في اللائحه، يعني انا يعني